ده شعري من 3 سنين، وده شعري من سنة، وده شعري دلوقتي. لما نيجي نشده كده 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 هتلاقيه تقريبا وصل لنص ظهري. ازاي قدرت اوصل في سنة لنتيجة ممتازة احسن بكتير من النتيجة اللي وصلت لها في سنتين؟ هقولك على ال10 تريكات اللي عملتهم السنة اللي فاتت وفرقوا في شعري جدا. هلوز. 1. ما كنتش بعمل حمام زيت مهما كان النوع. انا السنه اللي فاتت ما عملتش ولا مره حمام زيت ومع ذلك النتيجه حلوه. 2. غسيل شعر كل يوم ممنوع. شعرك وهو مبلول بيبقى ضعيف، بيتكسر، بيقع اسرع، فبالتالي هيخف وهيقصر اكتر ما هو مقزعر. الشامبو مره في الاسبوع، اسبوع بسلفيت واسبوعين من غير سلفيت. 3. التسريح والتسليك. ممنوع منعا باتا ان انت كل شويه تسلكي شعرك، كل شويه تسرحيه. في كل مره هتسرحي فيها شعرك هيقع جزء منه او هيتقطع اجزاء منه. 4. الترطيب في الدش بحمام كريم كويس جدا. الترطيب في الليف ان اللي بتحطيه بعد ما بتاخدي دش. السيرم مش بعد ما شعرك ينشف بس، ده انت بتحطيه كل يوم، بتحطيه قبل ما تنزلي، بتبقى هي نقطه بسيطه وتمشي بيها على شعرك كله. 5. وركزي معايا جدا لان دي اهم نقطه في النقط كلها، وهي التغذيه. الفاكهه والخضار مش مجرد سايد ديش ولا حاجه كده بتتحط على الترابيزه، لا دي حاجه مهمه جدا لصحه جسمك ولصحه ضوافرك ولصحه شعرك. خدي مكمل غذائي. مكمل غذائي زي ايه؟ انا الفتره دي بستخدم هير سكينو من شركه باريشيا فارمو. بتاخدي حبايه واحده بس بعد الغداء. ده سبلمنت مكمل غذائي للشعر والضوافر والبشره، يعني كلها مينرالز ومعادن مفيده لصحتك. بالمناسبه اللينك اللي انا اشتريت منه موجود في اول كومنت. عاملين عروض، هتاخدي علبتين وعليهم علبه هديه والشحن فري. 6. المكوى والهيت. دي اكتر حاجه خلت شعري هيلثي، مش مقصف، حاسه ان الشعرايه نفسها بقت سميكه، بقت صحيه. 7. التنتيف. مع الضغط العصبي والتوتر امسك شعري وانا سرحانه كده، اقوم مقطعه فيه ومنتفه فيه واقول هو انا شعري بيقصر ليه؟ هو انا شعري ما بيطولش ليه؟ هو انا شعري قصف ليه؟ ما من عمايلك. 8. قصي شعرك. ازاي يعني عايزاه يطول وفي نفس الوقت بتقولي لي قصه؟ هشرح لك. شعرك كل فتره والتانيه بيبدا يضعف من تحت مهما كنت محافظه عليه، وده لان التغذيه اللي بتوصل له من فروه الراس بتبقى الاولويه لفوق اكتر من تحت، فغصب عننا من تحت بيبدأ يضعف، فنلحقه قبل ما يقصف ويتقطع لوحده. كل 3 ل 4 شهور بتقصي، هي حاجة صغننة خالص، ممكن مثلا عقلة. القص مفيد جدا وبيساعد ان شعرك يطول صحي ويبان فيه الطول. 9. القشرة، ودي حاجة بره ايدينا خصوصا في الشتاء. الحل شامبو قشرة يكون كويس، يفضل محافظ على شعري نضيف على قد ما نقدر لحد ما نغسل شعرنا الفترة الجاية. عشان تستخدمي شامبو القشرة صح، حطي نقطتين ترغي بيها في فروة راسك بس، دي نقطة نسيت اقولها في نقطة الشامبو. تستني 2 3 بعد كده تغسلي شعرك، ودي الطريقة الصح مهما كان نوع الشامبو. لو ما تستخدمتيش الطريقة دي مش هيعمل معاكي نتيجة. 10. ودي نصيحة انا هسمعها منك انت في الكومنت، لو انت شعرك طويل او بيطول او طول مؤخرا، ايه النصيحة اللي تقدري تقدميها لنا علشان شعرنا يطول بطريقة سليمة، يطول بسرعة وبكثافة؟ هستنى النصيحة بتاعتك في الكومنتس. باي.